إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم كلمتين وبس. سيد أفندي اشتبك مع تفيدة. كان لبس هدومه وهيأ نفسه عشان ينزل. قبل ما يخرج من الباب تفيدة قالت له: سيد، انت رايح فين قبل ما تديني مصروف البيت؟ سيد اندهش، قال لها: انت مش واخدة المصروف اول الشهر يا تفيدة؟ انت عايزة كل يوم مصروف؟ تفيدة قالت له: انا مش شرحت لك يا سيد امبارح اني ما معيش ولا مليم؟ وانت هزيت راسك ساعتها وقلت لي بعدين بعدين. اهو احنا جينا لبعدين بقى. السيد قال لها: يا تفيدة، يا تفيدة، انت ايدك مخرومة من زمان، من اول ما اتجوزنا وانت بتتصرفي زي ما يكون جوزك مليونير مش موظف كحيان في وظيفة ميري. قالت له: انت سيد الرجالة يا سيد. قال لها: متشكرين قوي يا ستي، متشكرين قوي، بس زي ما انت راسية انا زي الصيني بعد غسيله، ما معيش، اتصرفي على الاساس ده. تفيدة قالت له: يعني ايه اتصرف بنفسي؟ اتصرف انت، ولا اقول لك انا عندي حل احسن من كده بكتير قوي. انا مش هاخد منك مصروف يا سيد، اصرف انت على البيت، انما عليا الخدمة والطبيخ والغسيل وكل حاجة، انما ماليش دعوة بالفلوس ولا بالصرف. اصرف انت بنفسك. الجنيه بقى هيطير زي العصفورة، وال10 جنيه بقت زي ال10 صاغ. انت اصرف وانا ماليش دعوة بالفلوس والصرف. سيد افندي نزل، وتاني يوم قبل ما يروح شغله مراته قالت له: مفيش في البيت لحمة ولا اكل، اشتري وانت جاي من الشغل، اللي انت عايزه اشتريه وانا عليا اطبخ.